صباح الخير، معاكم شريف الصرفي. ايوه خاشقجي تم اغتياله والسعوديه اعترفت بده، بس انا مش هطاطي الموجه واعمل من عضو سابق في تنظيم القاعده ومؤيد للدواعش بطل ايده فيها دم الاقباط المصريين اللي داعش ذبحتهم في ليبيا ودم السوريين. خاشقجي في شبابه كان مقاتل في صفوف القاعده وكتب عشرات المقالات اللي بتشكر في اسامه بن لادن، وكان بيشجع الشباب انهم يسافروا لافغانستان، وكتب موضوع طويل عنوانه الشباب العربي يقاتلون جنبا الى جنب مع المجاهدين في افغانستان اللي هم القاعده. في 2014 كتب خاشقجي تويته بيقول فيها تقطيع جنود النظام من قبل داعش وتصويرها وعرضها للإعلام بعد اقتحام الفرقة 17 وحشية، ولكنه تكتيك عسكري نفسي فعال. الجماعة يعرفون ما يفعلون. ده كلامه هو مش كلام أنا، ده إرهابي كان بيحلل عمليات الذبح البشعة اللي بينفذها داعش ووصف المنفذين بالجماعة. مستغربين لأنه مات موتة بشعة. ده لما حد رد عليه وقال له ده حرام شرعا وتحرمه كل قوانين الأرض وإنه قسوة قلوب تحجرت لا تعرف دين ولا إنسانية، رد عليه بكل قذارة وانحطاط: لم أقل أنه يجوز ولا أنه شرعي ويتعارض مع وصايا الرسول وأبو بكر في خطبته الشهيرة، ولكنه إرهاب فعال وهم يعرفون ذلك. أنا مش هركب الموجة وأعمل منه بطل علشان أخدم على أردوغان ومطامعه في تحويل الحج لرعاية دولية. وما تنسوش إن الدواعش اللي هو بيلقبهم بالجماعة يعرفون ما يفعلون قتلوا إخواتنا الأقباط في ليبيا في نفس السنة اللي كتب فيها التويتة الحقيرة دي. البيلي بيتكلم عن الشرع والجهاد قاعد في تركيا اللي ادعى فيها بالرخصة، والضابط بيخش يتأكد إن هم شغالين حلو ومعاهم تصاريح. عارفين ليه الأمريكان والأتراك عايزين يشيلوا ابن سلمان من ولاية العهد؟ علشان 1000 مؤتمر نيوم. لن نضيع 30 سنة في التعامل مع أي أفكار متطرفة، سوف ندمرهم اليوم وفورا. والكلام ده معناه تحول إيجابي رهيب في المملكة، معناه مش هتحارب بالوكالة عن حد وهتنهي الحروب الطائفية تماما، وبدل ما في ملايين بتتصرف في حروب لا ناقة فيها لينا ولا جمل هتتصرف على تطوير الشرق الأوسط ومشاريع استثمارية. عبد الناصر قالها زمان: لو لقيتوا الأمريكان راضين عني يبقى أنا ماشي غلط، وطول ما الأمريكان مش راضيين عن ابن سلمان احنا واثقين إنه ماشي صح. الناس اللي ممحونة وزعلانة على مقتل خاشقجي الإرهابي، كنتوا فين لما العراق اتدمرت واتنهب ذهبها وبترولها؟ كنتوا فين لما سوريا خربت؟ كنتوا فين لما أردوغان سرق بترولها؟ كنتوا فين لما الأتراك اغتصبوا الكردية بارين كوباني وذبحوها؟ ولما معاذ الكساسبة مات محروق؟ ولما السفير الروسي اغتالوه في تركيا؟ ولما الصحفية جاكلين اللي كانت في تركيا وشغالة على ملف تركيا بوابة دخول الإرهابيين لسوريا ولقوها مقتولة في حمام مطار أتاتورك ومحدش سمع عنها حاجة وقال لك أصلها انتحرت لما الطيارة بتاعها اتأخرت؟ عارفين كل اللي ماتوا دول محدش اتكلم عنهم ليه؟ علشان مفيش تنظيم دولي بيدعمهم بملايين الدولارات ولا حد بيتكلم عنهم، لأن صوت الحق مش قابض زي الخونة اللي قاعدين في تركيا يبوسوا جزم أردوغان ويشتموا في بلدهم. أخيرا ما تبقوش مراكيب للإعلام القطري، فكر 30 ثانية قبل ما تحول الإرهابي لبطل ورمز الحرية. اللي يزعل على الإرهابي خاشقجي يتفضل يزعل على زميله هشام عشماوي، علشان خاشقجي بيحرض بالكلمة وعشماوي بينفذ. شكرا، أشوفكم على خير، شيروا لكم كومنت برأيك. العلاقة السعودية المصرية علاقة صلبة قوية في أعمق جذور العلاقات بين الدول، لا تتأثر بأي شكل من الأشكال. تاريخ مصر والسعودية دائما تقف مع بعضها في كل الظروف.